أهلا ومرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم يرى مغربية وأفتخر. اليوم غادي نهضروا على موضوع جديد ومهم كيتعلق بالهجرة لأمريكا. ترامب مؤخرا عين توم هومان كمستشار الهجرة، واللي معروف بصرامته في مجال ديال حماية الحدود ومحاربة الهجرة الغير القانونية. في هذا الفيديو غادي نشرحوا شكون هو توم هومان وشنو كيعني هذا القرار للمهاجرين وحتى للناس اللي ديجا كاينين في امريكان بالاوراق. توم هومان كان رئيس ديال الاداره ديال الهجره والجمارك، ومعروف عليه بانه كيشدد المراقبه بزاف، ومعروف كذلك انه يرفض الهجره السريه، وكان ديما كيطالب بتطبيق صارم للقوانين على المهاجرين بالاوراق. التعيين ديالو معناه ان ترامب ناوي يرجع للسياسات الهجره الصارمه اللي شافها ضروريه لحمايه الحدود الامريكيه. شنو التاثير ديال هذا القرار على الحدود؟ التعيين ديال توم هومان غادي يعني ان الحدود الامريكيه غادا تكون اكثر حراسه وتشديد من اي وقت مضى، والسلطات الامريكيه ممكن تزيد في عدد حراس المراقبه ديال الناس اللي كيدخلوا خصوصا من الحدود الجنوبيه مع المكسيك. هذا الشيء كيعني ان اي واحد كيخطط يدخل بلا تاشيره سواء من الجنوب او بطرق اخرى غادي يلقى صعوبات كبيره. شنو كيأثر هذا الشيء على المهاجرين وبالاخص المهاجرين العرب والمسلمين؟ مع هاد السياسات الجديدة غادي يكون الدخول لأمريكا بشكل غير قانوني أخطر وصعيب بزاف، خصوصا للمسلمين وللعرب اللي كيعانيو من الصرامة في الإجراءات الأمنية. حتى الناس اللي كيدخلوا بتأشيرات مؤقتة غادي يكونوا تحت المراقبة. هذا القرار غادي يخلي الحلم الأمريكي أصعب بزاف للمهاجرين اللي بغاو يدخلوا يمشيو للخدمة أو بأنهم يحسنوا الوضعية ديالهم. دونك شنو غادي يوقع للناس اللي ديجا كاينين في ميريكان بالاوراق؟ بالنسبه لهاد الناس اللي ديجا كاينين في ميريكان وما عندهمش الوراق، هاد التعيين كيعني ان الحملات الامنيه غادي تكثر والمراقبه غادي تكون قاسيه اكثر. توم هومان معروف انه كيدعم الحملات الترحيليه، يعني الناس اللي كاينين بالاوراق خاص يكونوا واعيين ويديروا احتياطاتهم حيت ممكن يواجهوا صعوبات قانونيه في المستقبل. هادشي باش نلخص ان التعيين ديال توم هومان كمستشار الهجره كيبين بوضوح ان ترامب ناوي يرجع لسياسه الهجره الصارمه وخصوصا ضد الهجره الغير قانونيه. بالنسبه للعرب وباقي المهاجرين خاص الواحد يكون واعي ان الاوضاع غادي تكون اصعب واصعب، سواء الناس اللي كيحاولوا انهم يقلبوا على الهجره او اللي ديجا كاينين في امريكا بالاوراق. فتنتمنى ان جميع الاشخاص سواء اللي ناويين الهجره الامريكان او كذلك اللي ديجا تما بالاوراق انهم يردوا البال، انهم يحاولوا ما امكن في اقرب وقت يحاولوا كيديروا اوراق رسميه ديالهم، او لا انهم يفكروا في بلان بي او حل اخر باش انهم ما يوصلوش لواحد قرارات قانونيه اللي ترجع عليهم بمشاكل كبيره. كنتمنى التوفيق للجميع والله يستر الامور.